ربنا مش فاضي علشان يحاسب الناس دي كلها، ومفيش حاجة اسمها جنة ونار. طبعا الكلام دوت مش كلامي، ده كلام المخرجة المصرية ايناس الدغيتي. اجرأ تصريح للمخرجة ايناس الدغيتي بتقول يجب ترخيص بيوت الدعارة، والمجتمع بقى متقبل العلاقات قبل الجواز. ايناس الدغيتي عايزة ترخص بيوت الدعارة وبتشجع المساكنة قبل الجواز طبعا، وبتقول كمان انها لبست الصليب وطلبت من زوجها ان هو يشهر اسلامه، وبتقول كمان انا جربت المساكنة مع جوزي قبل ما نتجوز. وبتقول بقى نفسي الناس تفهم ان الجواز مش اهم حاجة، المهم الناس تحب بعض، يعني الراجل والست يحبوا بعض من غير جواز عادي. قالت كمان ان انا كنت عايشة مع واحد وامي واخواتي كانوا عارفين، وكانت مشكلته في الديانة فقط. قالت كمان ان ممارسة المساكنة قبل الجواز حلال، طبعا دوت لو كانوا الطرفين موافقين، لكن لو مش موافقين لا. قالت كمان ان الجواز في الاسلام ليه 3 شروط، هما القبول ثم العرض ثم الاشهار. وبتقول انا ناقشت دوت في فيلم مذكرات مراهقة. وطبعا مش هننسى ان هي قالت بيقولوا ان في جنة ونار، وانا كايناس الدغيتي بقول لكم ان دوت تخويف وترهيب. قالت كمان ان ربنا مش ممكن يكون قاسي، وقالت كمان ان ربنا مش فاضي بينا. قالت اهم حاجة بقى ان العالم اتفتح او اتفتح او اتفتح او اتفتح، مفتوح مقفول مش عارف، الله يخرب بيت ام اليوم اتفتح فيه. اقفلوا العالم، اقفلوا العالم، اقفلوا العالم. كل ما التصريحات ديت بتعدي كده من غير محاسبة قانونية من اهل الدين، ايناس الدغيتي هتطلع تصاريح اكتر واكتر، وممكن تطلع تصريح بتقول ان ممكن صاحب جوزي يقعد مع مش عارف مع ايه عادي. شرف فيديو، سلام عليكم، الله يسامحك يا ايناس.